كان بينهم فرق سن أكبر من 20 سنة، ومع ذلك لما شافه واقع في حبها وصمم يتجوزها، ويا ريته ما صمم، لأنها للأسف الشديد اتسببت في خراب بيته وإفلاسه، وخدت منه حتى شقته اللي كان ساكن فيها. وده ملخص اللي عملته نادية الجندي في الفنان الكبير عماد حمدي بعد جواز أكتر من 12 سنة. فتعالوا معايا بقى أعرفكم إزاي خلته على الحديدة وخدت فلوس شقاه وتعبه. بداية قصة حب عماد حمدي ونادية الجندي وجوازهم كان في فيلم زوجة في الشارع. ساعتها كان الفنان الكبير بيسمع إنها ممثلة شابة وشاطرة جدا، ولما شافها أصبح معجب بيها من النظرة الأولى. قالت عنها إنها شابة وجميلة وكلها حيوية. ومع تصوير مشاهد الفيلم علاقتهم بقت أقوى، وبرضه وقعت نادية الجندي في غرامه لأنه كان متابعها وبيديها نصايح مهمة، وكانت حاسة إنه معجب بيها، وكمان بيديها أمانة الأب وعاطفة الحبيب. بعدها طلب عماد حمدي من نادية الجندي الجواز ووافقت على طول، بس أهلها بقى لما عرفوا رفضوا الكلام ده بسبب فرق السن، لكن هي بقى صممت على رأيها وتم الجواز بينهم سنة 1961. فضل علاقة الاتنين كويسة قوي في بداية جوازهم، وما كانتش نادية الجندي بتفكر في استغلاله ماديا أو حتى فنيا، لأنها كانت ممثلة شاطرة. ومع الوقت بقى بدأت تتشهر وبقى ليها جمهور، واسمها كمان ملعلع في شباك التذاكر. ساعتها كانت خلفت ابنها من عماد حمدي وسموه هشام. التحول الكبير في علاقة نادية الجندي وعماد حمدي كان بسبب فيلم بامبا كشر اللي قرر عماد حمدي ان هو اللي ينتجه ويصرف عليه معظم الفلوس اللي معاه، وجاب كمان حسن الإمام عشان يخرجه. الفيلم كان ناجح جدا لدرجة ان الضرايب كانت مركزة معاه قوي، وعشان يتجنب بقى عماد حمدي انه يدفع مبلغ وقدره للضرايب كتب الفيلم باسم نادية الجندي، واتفق معاها انه ياخد نسبة معينة من الربح، ودي كانت غلطة عمره. ده لان نادية الجندي ما رضيتش تديله النسبة اللي اتفقوا عليها، وخدت كل الفلوس وقالت له دي فلوس هشام ابني. ومش بس كده، دي راحت وحطت ايديها كمان على شقة الزمالك المكونة من 9 غرف، وده بعد ما عملت خناقة مع عماد حمدي وخد هدومه ومشي، وقالت انها طبعا حاضنة وما حدش له عندها اي حاجة. طبعا ده دمر عماد حمدي ماديا ونفسيا، واصبح كمان على البلاطة. راح عماد حمدي عاش مع مراته الأولى اللي هي فتحية شريف وابنهم نادر، وكمان أولاده في شقة متواضعة كانت مكونة من عبارة عن أوضتين حسب كلام عماد حمدي في مذكراته. بس برضه فضلت نادية الجندي تهدده إنها تقدر تاخد الشقة دي كمان، وفي النهاية حصل الانفصال بينهم، وفضل برضه عماد حمدي مكتئب لحد ما رحل عن الحياة وهو مفلس. وكان في فترة قريبة خرج ابنه نادر عشان يتهم نادية الجندي إنها تسببت في إفلاس أبوه وخرب بيته بعد ما لهفت فلوسه وأملاكه وخلته كمان على الحديدة. وطبعا طلعت نادية الجندي ردت عليه وقالت إن عماد حمدي كان مش بيمتلك حاجة أصلا، وكل الكلام ده مش حقيقي، وإنها هي اللي أنتجت فيلم بامبا كشر ومن فلوسها الخاصة اللي كسبتها من التمثيل ومحل الملابس اللي كانت بتملكه. وانتوا كمان بقى في النهاية تفتكروا مين كلامه صحيح، وهل فعلا نادية الجندي تسببت في إفلاس عماد حمدي